ولما فقدت بوينا بيني قعدت نقول عزيز في عقاب الدار حتى حطيت يا ريتها قعد. قلت حتى حطيت يا لك تحس بالامان وتحس بانك في ذراع وفي تقى ونصايح تقعد ما زالت قدامك وما تقدرش. انا كان الناس كيفي حتى انا عايشه ونمشي لكن في حاجه كبيره كما يقولوا فيها قبابي. غيبة الاب هذه كيف الفاقد يقعد يطلق عليك في كل شيء ما تقدرش. فانا نتمنى من هالمكان ومن هالبرنامج وبوجودك يا اخوي فرج، ونحن تو فاقدين الاباء، ان اللي عند ابوه يحافظ عليه، واللي عند ابوه يكرمه، واللي عند ابوه يسمع كلامه، واللي عند ابوه يباهت بوش يريد ويدير له. يبقى له وقت. يبقى له وقت. انا زمان اتذكر قبل توفايته الله يرحمه ويسامحه كان لما يقول لي نبيك نقول له عندي شغل بعد توفى قعدت نقول يا ريت الشغل يا ريتني قعدت يا ليه. وتو انا والله كم مره مشيت نمسه نلقى في شياب وعندهم ظناه. كيف انت تاخذ بوك وترميه في دار العجزه ولا في دار هذا اللي انكسر ظهره عليشانك، وهذا اللي كان يحيد اللقمه من فمه ويعطيها لك، وهذا اللي ينذل قدام الناس باش يربيك وباش يقول لك النصايح. هي قلت لك من بدري ناو حق الله كلام قال لي حياة باتي لا تو، قال لي انا صغيره لا تو في عمري هذا وما زلت نسمع فيه وما زلت نمشي به، لان الاب لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمهم ويسامحهم. الله يرحمهم ويسامحهم. ويا رب بروا بوالديكم وبروا بابهاتكم، وراهو الاب حاجه كبيره ما يشعر بها للي فاقدها. ورد بالكم من ابهاتكم وسندك وعاستك وذراعك، وهو اللي يجيب لك في حاجتك وانت صغير ويدور فيك حتى وانت كبير. والله راهو الاب ما كيف حد ولا يتعوض.